بس قبل راح أضرب لك مثال. لو في نادي كرة قدم أرقام الدفاع عنده كويسة جدا، أرقام صناعة الفرص رائعة جدا، بس الأهداف سيئة يعني من أسوأ ما يكون، بتقول أنت أكيد الخلل من الهجوم. طيب العكس، لو الهجوم رائع جدا والوسط خرافي، بس الدفاع يا رجل قاعد يدخل على الفريق ذا 60-70 جول في كل موسم، بتقول أنت أكيد أن الخلل من الدفاع أو الحارس. طب لو التشكيلة كاملة من A to Z رايحة في العجة، بتقول أكيد الخلل من الإدارة الفنية اللي هو المدرب، والإدارة الإدارية أنها ما قاعد تشوف الكارثة والمصيبة. صح. طيب الآن نيجي نسقط هذا المثل على السعودية. الموظفين منكبين، الموظفين سواء في القطاع الخاص أو القطاع الحكومي ماكلين تبن، العاطلين ماكلين تبن، العسكر ماكلين تبن. هل في أي تطور مثلا على مستوى الخدمات الصحية؟ الناس ماكلة تبن. هل في تطور على مستوى الخطوط؟ الناس ماكلة تبن. إذن لو جمعت هذه الأخطاء كلها يطلع الخلل من مين؟ الآن نفصل. أكثر طبقة قاعدة تعاني اللي هي مين؟ اللي هي العاطلين. يعني بالنسبة لي أنا ما فعلا معاناتهم لا تقل عن المعتقلين. يعني الشاب لما يتخرج تقريبا من 22 المفترض ما يصل 30 33 34 إلا قد تزوج، قد أكيد إنه قد توظف وظيفة كويسة، قد شراله سيارة، قد شراله بيت، بدت حياته تستقر. الوضع عندنا كيف؟ الوضع من يوم يتخرج يا رجل لين يصك 38 هو يعافر في ذا الحياة، يبغى أول وظيفة، يبغى وظيفة فقط. حتى شوف ما هو صاحب طموح كبير، لا، يبغى وظيفة يأكل منها ويشرب بس يقعد تشوفه يعافر هنا ويعافر هنا ويعافر هنا، واللي يحصل وظيفة ما يجي نهاية الشهر اللي هو متسلف بسبب الراتب السيء. تدري وين المشكلة في العاطلين أو المشكلة في هذا الملف؟ إنها الدولة أو الحكومة عندنا قاعدة تجحد هذه المعاناة. يعني بضرب لك مثال، لو تخرج الحكومة وتقول والله نسبة العطالة عندنا عالية وسنحاول حل هذا الملف، كذا يجي مؤشر كويس عند العاطل إن الحكومة زينها قاعدة تستشعر معاناتي. بس للأسف الشديد الحكومة قاعدة تقول نحن في أقل نسبة بطالة أو عطالة. كذبها هذا يعني استخفاف بمعاناتك للأسف الشديد. هذه أول فئة، الفئة اللي قاعدة تعاني. نجي الآن الفئة الثانية، فئة الموظفين سواء قطاع خاص أو حكومي. بقول لك كيف قاعد يعانون. أولا مواد يا رجل تقرف، مواد تعرف اللي تخنق الموظف، وراتب سيء، وفوق الراتب ينكد يا رجل يشتغل 4 ويروح بيته انت تحسبه يرتاح، يكمل شغله ويشتغل ومضغوط من كل مكان، في النهاية راتب ما يسوى، ما يجي نهاية الشهر اللي هو فعلا متسلف. هذول للأسف الشديد الموظفين سواء قطاع حكومي أو خاص، والحين الدولة قاعدة تدف كل موظفي الحكومة على القطاع الخاص بالخصخصة. طيب تيجي أنت تقول طيب أكيد العسكر هم مرتاحين، أقول لك لا كمان. يعني العسكر الآن بعد قصقصة ثلثين البدلات صار الواحد ما يطيق نفسه، صار الواحد يا رجل مضغوط من كل مكان. وغير طيب شوف، الضابط يؤمر الجندي انه يطلع برا ويسب، يعني يجيب مخالفات، دفتر مخالفات. ليش؟ عشان اللي فوق الضابط واللي فوق واللي فوق، لين تطلع المسؤول الاول قاعد يلزم من تحته ويلزم يلزم يلزم لين يجي عندك انت المواطن ويعطيك العسكري مخالفة. طيب خلصنا من القطاع العسكري اللي للأسف الشديد حذفوا نصف بدلاتهم وكد، وما يعني كان الله في عونهم. نجي الآن للمتقاعدين. أنت بتقول حظهم المتقاعدين فازوا في، لا للأسف الشديد كثير من المتقاعدين خصموا منهم من رواتبهم، ويطلع لك مادة من تحت الأرض إنه بناء على المادة الفلانية فعلنا وفعلنا وفعلنا. يجي المتقاعد ياخذ راتب يقول خلاص أبغى أعيش برا عشان الراتب ذا أصرفه وأتهنى فيه. فمثلا نشوف يروح مصر، يروح تركيا، يروح أي دولة في العالم، يتصلون ويلزمون لازم تصير تمر هنا وتصرف، يقرفون أهله. لما تشوف سلسلة المعاناة هذه كلها،
هنا تبدأ تفكر تقول الخلل وين؟